القدس وعكا نحن إلى يافا، في غزة نحن وقلب جنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، طابت أوقاتكم وطابت أمانيكم، كل حسب توقيت مشاهدته لهذه الحلقة. حلقة استثنائية ولم تكن في الحسبان ولا في البرنامج، وكما عاهدتكم في هذا الثلاثاء كنتم ستشاهدون حلقة جديدة من بودكاست يوسف توكس، ولكن هذه الحلقة شعرت أنها من اللازم علي أن تكون هي الأولى في أن أنشرها معكم، لأن فيها معلومات قيمة جدا وسؤال أو لا أسئلة حيرتنا وحيرت الكثير من الناس في هذا الموضوع الذي سوف نتناقش فيه مع الأخ عبد الودود الصبيري. فمرحبا بك أخ عبد الودود. بارك الله فيك وجزاك الله حياك الله ومرحبا بك. أول ضيف معنا، مش أول ضيف، هو داز ضيف قبل، ولكن في هذا النوع ديال المواضيع اللي غادي يكون فعلا أنا جد سعيد أنك تكون معنا كطالب علم شرعي. ناخذ المعلومات عن الانسان اللي قاري وفاهم وواعي بداك الشيء اللي واقع في الساحه دابا حاليا في المجتمع ديالنا حاليا. فكيف ما غيكونوا قراو في الحلقه، في العنوان ديال الحلقه، جوج ديال الاسئله، جوج ديال المواضيع اللي هي محوريه. كلنا نرى ما يقع لاخواننا في غزه، كلنا نرى ما يقع لاخواننا في فلسطين والمستضعفين من المسلمين اينما كانوا في الارض. والناس كيحاولوا انهم يعاونوهم باش ما قدروا بعد الدعاء بطبيعه الحال. كيحاولوا انهم يجاهدوا بالانفس ديالهم والاموال ديالهم وباقوال ديالهم بالسنتهم، ولكن الناس بنفس الوقت كيخافوا انهم يعصوا الله عز وجل، ما يبغيوش يدفعوا مفسده بمفسده، يبغوا يدفعوا مفسده بالطاعه. فهنايا كتطرحوا لنا جوج ديال المحاور اللي مهمه جدا، واللي انا شخصيا براسي انايا كنتساءل فيهم، وبزاف ديال الناس كاين اللي يتساءل فيهم وكاين اللي يبدا كيطعن وكيضرب نيشان، ما كيفكرش، ما كيناقش، ما كيقلبش. فعلى بركه الله غادي نبداو لك باول حاجه اللي نتناقشها معنا وبغيو الناس يستافدوا منها. هي المساله ديال المقاطعه. دابا كنشوفوا انه المقاطعه ما نقولش ما اثرت بشكل كبير جدا، وهذا الشيء على الالسنه ديال هذوك الناس اللي قاطعناهم. هما كيشهدوا باللي راه فعلا كلاو الدق من المقاطعه، وبداو كيحاولوا يرخصوا في الاثمنه ويديروا عروض مغريه ويعيطوا الفنانه والمؤثرين، ما خلاو ما داروا. فاحنا الحمد لله فرحانين بان المقاطعه بدات كتعطي المنتوج ديالها، ناهيك عن بعض الناس اللي الله يهديهم باقي لحد الان كيعيشوا معنا مسلمين وكلشي، وكتلقاهم معاك حتى هما كيقول لك حنا لفلسطين وهذا وكذا، غير كيدور مع الدوله كتلقاه هاز لك قنينه ديال المشروبات الغازيه او لا كيستعمل لك منتوج من المنتوج ديال الصهاينه، وكيضرنا هذا الشيء في خاطرنا. ما علينا. فالموضوع الشاهد الامر انه علاش كنلقاو بعض الناس كيقول لك هذه المقاطعه هذه، هذا هو السؤال او الشبهه اللي عندنا، كيقول هذه المقاطعه ما عندناش الحق نقاطعوا منتوج صهيوني اللي بالاموال ديالو تقتل النفوس وتسفك الدماء في الاراضي الفلسطينيه الا باذن ولي الامر. الا ولي الامر قال لك قاطع غتقاطع، ما قال لك ما تقاطعش ما تقاطعش. وهذه المساله هذه منطقيا انا كتجيني ما كتدخلش لي العقل، لانه انا نعطيك الشبهه شنو هي وانت تجاوبني عليها. انا مثلا جالس في داري في امان الله، جا واحد دخل لي للدار ديالي، انا كنت كنتقدم من عنده السلعه كنشري من عنده، ومن بعد سقط الخبار باللي دوك الفلوس اللي كنعطيه كيمشي يشدهم وكيمشي كيشري بهم الاسلحه، ودخل عليا لداري وقتل لي واغتصب لي النساء ديالي وقتل لي عائلتي كامله. وتجي من بعد تقول لي لا راه واخا دار لك هادشي كامل في دارك، غير كمل المعامله التجاريه ديالك عادي بحال ما وقع والو، ودعي معاه بالهدايه، وتسنى ولي الامر يأذن لك انك تقاطع. اسمح لي عاوتاني الدين ديالنا دين منطق ودين ارجاء تماما. هذا ديننا ليس دين خضوع اخونا، والله الدين نفسكم بالعقل. فهذه الشبهه اللي بغيتك تاخذ الكلمه التامه في هذه المساله هذه باش ندوز معك الشبهه الثانيه على بركه الله. احسن الله اليك. وبسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على المبعوث الامين رحمه للعالمين، ورضوان الله عن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم البعث والدين. اما بعد، فجزا الله اخينا بارك الله فيك، حياك الله، وبارك الله في الشاهدين والمتابعين كذلك. فاولا كيف ما هضر الاخ يوسف حول هذه المساله واضحه، كنشوفوا ان المساله ديال المقاطعه ماشي غير المسلمين اللي مقاطعين، بل ان كاين المسلمين وغير المسلمين. علاش؟ لانهم كل شيء اتفق، كيف ما قال الاخ، كيف ما قلت دابا، على ان الدين ديالنا دين عقل. ملي كتشوف ان العالم كامل اتفق على واحد المساله الا وان فيها منفعه واشافها كلها فيها خير. ملي كتشوف الفرنسي والانجليزي والبريطاني كاع الدول كيقاطعوا، شكون كيقاطعوا؟ لواحد بحالهم في الديانه او بحالهم في الكفر كيقاطعوا. علاش؟ لانه من جانب الانسانيه، الا وانهم شافوا كاين واحد المصلحه. الدين ديالنا ما يمكنش يحرم واحد الحاجه الا كاع ما كانت فيها واحد الضرر، الحاجه فيها مصلحه ما يمكنش انها تكون محرمه. اول حاجه
كيقول لك انا المظاهره لا تجوز، خاصنا نركزوا على الكلمه لا تجوز، يعني اللي درتها حرام حرام، لا تجوز هي حرام. تؤثم عليها. نعم. لا تجوز الا باذن ولي الامر، لا تجوز وعطاو الاستثناء يعني الا باذن ولي الامر، اذا اللي اذن ولي الامر كتولي حلال. سؤال واحد ياك، احنا وياهم معروفين بانه المسلمين كاملين باتباع الدليل، باتباع سنه النبي عليه الصلاه والسلام، فين كاينه في القران ولا في السنه ولا في اجماع علماء الامه، لا من المتاخرين لا من المتقدمين لا من المتاخرين، فين كاينه انه خاص ولي الامر هو اللي يعطي الاذن ديال المقاطعه. هما كيستدلوا بفتاوي ديال مثلا علماء مثلا مشارقه ولا في السعوديه ولا كذا، واللي جبنا لهم فتاوى ديال العلماء من المشرق كيقولوا بانه تجوز بحال المقاطعه. عطينا مثال. حنا نبداو بالترتيب الزمني وكنشوفوا الادله اللي كتدل على بل ماشي على اباحه المقاطعه بل وجوب المقاطعه، هذا واجبه. وانا كنت سمعت واحد المساله وبغيتك تاكدها لي من نواقض الاسلام، انه اعانه الكافر على المسلم هذه من نواقض الاسلام. الامام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله هذا امام الدعوه النجديه وهو ممن اسس الدوله السعوديه، يعني كتب واحد الكتاب نواقض الاسلام دار فيه 10 ديال النواقض، هذا على ما اذكر لعله الناقض الثامن، من عاون المسلمين من عاون الكفار على المسلمين او ساعدهم على المسلمين فقد كفر، يعني ناقض من نواقض الدين. ملي تعاون واحد كافر مثلا هو يحارب اخوانك في مكان ما وانت كتعاونه كتخليه على انه يدير قواعد حربيه في بلادك، او انك انت كتعاونوا ماديا كتعطيه النفط ولا كتفتح ليه الطريق، كتفتح ليه الطريق. نعم. مثلا هو دابا في البحر الابيض المتوسط باغيين يدوزوا شي سفن يديو السلاح لمن لاسرائيل، ما شاء الله، من الطريق ديالهم من المنطقه ديالنا البحر الابيض المتوسط. من اذا انت سرحتي لي الطريق راك عاونتيه على عين. هذا هو الموضوع. ما نقدروش نستدلوا بايه الله عز وجل ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، تماما تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هو دليل من القران. بل ان احنا نجردوا الادله اذا كان واحد اولا عنده عقل غيبان ليه الحق، ثانيا اذا كان كيتابع الدليل غيبانوا ليه الادله ويبانوا ليه اقوال العلماء وغيعرف الحق وغيتبعه. كان واحد مكابر او كيدافع على الهوى ديالو فراه غيعرض على هذا الشيء كامل ويقول لك لا انا سمعت فلان ولا علان او فرتلان ويبقى متبع فلان وعلان والادله قدامه. نعم. من بين الادله اولا النبي عليه الصلاه والسلام كان في واحد ملي كان النبي عليه الصلاه والسلام واحد الصحابي كان في الكفر والقصه مشهوره، كان في الكفر سلم، صحابي سلم وكانوا في مكه كلهم في مكه. الصحابي من السلم جاء النبي عليه الصلاه والسلام قال لي يعني بالعاميه ديالنا قال لي يا رسول الله واش نقطع عليهم؟ هذا الصحابي كان تاجر. نعم. قال لي واش نقطع عليهم الماكله يعني؟ النبي عليه الصلاه والسلام حبد الفكره وقال ليه ديرها. النبي عليه الصلاه والسلام كذلك داروا عليه الحصار، شحال ما هي عام ونص بل اكثر، وهم دايرين عليه الحصار ما كيدخل لا ماكله ما كيدخل لا ما كيتزوجوا بهم ما والو، حتى انهم ولو كياكلوا اوراق الشجر كيف ما ذكر ابن هشام في سيرته نعم وكما مذكور في كتب السير، حتى انهم ولو كياكلوا ورق الشجر، بل ان الصحابه ولو كيجيبوا الماكله غاليه كيجيبوها وكيجيبوها بكميه قليله. علاش؟ لان مكه مديرين الحصار وما داروش حصار عليهم، قالوا اي واحد يساعدهم يدخل في حرب معنا. يعني ان هذا المفهوم ديال المقاطعه راه ليس بالحديث وليس بحديث العهد. نعم. عندنا حنايا لا، راه كان قديما. انتقلوا ذكرنا ان النبي عليه الصلاه والسلام حبت الصحابي على انه يمنع عليهم الماكله. وكاين عاوتاني كيستدلوا بواحد القضيه اسمح لي قاطعتك كيقول لك راه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، ولكن علاش ما كيذكروش الخيانه ديال اليهود؟ واش النبي بقى كيتعامل معاهم ورا ما خالو؟ لا حنا ما بقاش كيتعامل معاهم، جرى عليهم. وحنا المفهوم ديالنا ماشي اليهود وماشي النصارى، المفهوم ديالنا كافر، واحد كافر المعامله ديالو اذا كان مسالم في حدود، وانه النبي عليه الصلاه والسلام كان في عنده حديث على انه قال لك ضيق على اليهودي الطريق، اذا كان اليهودي جاي ضيق عليه الطريق باش تبان انت العزه ديالك ويبان الذل ديالو والخضوع ديالو والخنوع ديالو. نعم. هذه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. يعني ان الواحد خاص يبان بواحد العزه. على اين احنا ذكرنا هذه المسائل على ان النبي عليه الصلاه والسلام حبذ الفكره ديال ان الصحابي يقطع عليهم الماكله ويقطع عليهم المعيشه وكذا، ثم انهم هما كذلك قطعوا على النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه الماكله. اذا المفهوم ديال المقاطعه شيء متبادل ما بين الكفار والمسلمين. كاينه. غنتقلوا الامام احمد عليه رحمه الله، هادو كيستشهدوا بزاف الامام احمد والامام مالك اللي هو صاحب مذهب البلد ما كياخذوش منه، كياخذوا اللي وافق بالمذهب ديال البلد كامل ما كياخذوش منه. علاش؟ لانه كذا وكذا. هذه القضيه اللي ما لاحظت هذه وغنطرقوا لها ان شاء الله في مواضيع اخرى.
حنا نمشيو للامام احمد عليه رحمه الله على الراس والعين، من علماء الامه ومن جهابذ الامه عليه رحمه الله. سولوه قالوا ليه هل يبتاع من الكفار؟ وسئل الامام احمد عليه رحمه الله الرجل يبيع من العدو شيئا؟ زعما سولوا السائل قال ليه واش الراجل يشري من عند العدو نعم او انه يبيع ليه؟ ويقول لهم الامام احمد عليه رحمه الله لا يباع ممن يتقوى على المسلمين. ما شاء الله. بالله عليك اليهود دابا واش كيتقواو على المسلمين؟ طبيعة الحال. الامام عرفتي احمد فاش دخلت، اسمع لي، نعم. فاش دخلت انا وشفت شحال ديال الماركات العالميه اللي انا كنت كنستعملهم واللي كنشوفهم معروفين، لقيتهم كاملين عشرة اكثر من 100 200 ماركه صاحبي، لانه كل ماركه عندها مثلا كتلقى شركه كبيره الام وشاريه بزاف، عندها بزاف ديال الماركات، بحال كتلقى مثلا نيستلي مثلا، ايوه كتلقى عندهم بزاف ديال الماركات صغيورين اللي حنا كنستعملوهم، كتجي تقلب عليهم كتلقاهم راه مولاتهم شركه الام هي اليهوديه، هي النصرانيه، هي الصهيونيه مثلا. كتقول اذا دابا هذا الشيء كامل واحد 50 ماركه الا قاطعتهم كاملين غادي نضر ديك الشركه الام. تمام. هذا هو الاصل اللي بغينا حنا. وان شاء الله ملي نكملوا هذا الجواب على هذه المساله والاباحه او الوجوب، يعني بخلاف على المساله ديال المقاطعه، غنذكروا السبل الممكنه للمقاطعه باش كاع ما نحلوا غير المشكل، نحلوا ونعطيو البديل، نعطيو البديل والافكار كذلك. نعم. هذا القول الامام احمد، يعني قال لك لا يباع ممن يتقوى على المسلمين، لا يباع ممن يتقوى على المسلمين. بالله عليك واش دابا كاع ما كيتقوى على المسلمين في جميع انحاء العالم؟ مش ولكن فلسطين خصوصا. نعم. بالله عليك كيف يحلو لك انك تشري كوكا، انت ولي الامر ما اذنش لك بها، تشري كوكا وعيد الكبير دابا جاي، تشري كوكا وانت عارف انها داعم رسمي كاتبها الحساب الرسمي ديالها على انهم داعمين رسميين وكيخصوا واحد النسبه ديال الارباح ديالهم الجيش ديال الكيان الصهيوني. بالله عليك كيف يحلو لك ذلك؟ بالله عليك كيف تظن ان تلك السنه تتقرب بها الى الله عز وجل واخوانك يذبحون في مقابل تلك الاضحيه التي تود ان تتقرب بها الى الله عز وجل؟ يعني احنا ذكرنا في الاول النبي عليه الصلاه والسلام والحصه اللي وقع على النبي عليه الصلاه والسلام، وذكرنا الامام احمد قال لك لا نافيه نعم. لا يباع ممن يتقوى على المسلمين. الامام احمد سلك الهضره دابا نقولوا على ان الامام احمد من المتقدمين وما عارفش الاوضاع السياسيه وكذا، نجيو على المتاخرين ياك، نعم، ولا سيما اللي كاينين في السعوديه غازين عليهم بطبيعه الحال. كيقول لك ها عثيمين ها بن باز هكذا عليهم رحمه الله جميعا، هذوك علماء فوق راسنا هذوك، لانهم يتمسحون بهم كيتمسحوا بهم. هذوك العلماء ترجعوا المصادر ديالهم الكتب ديالهم والفتاوى ديالهم والمقاطع ديالهم الاصليه الغير المقطعه والغير المجزاه كتلقاوها مخالفه لما يقولون، وان شاء الله هذا الشيء غنذكروه. هذه لاحظت انا كتلقى مقطع في يوتيوب في دقيقه كيجيبوا مقطع والشيخ يتكلم بصفه عامه كيجيبوا لك على حاله خاصه. فين هي البينه؟ فين هو الاحتراز؟ فين هو التثبت؟ ويعني فين هو حسن داك الشيء علاش كنقول حنايا الانسان اللي بغى يطلب العلم الا كان بغى يطلب العلم فقط ليعبد الله واحد العلم اللي على قدو، يقدر مثلا يوتيوب يعاونو كتب كذا، ولكن انت راه كدوي ليا في امور كبيره ديال الامه. كتجي كتمشي تاخذ لي من يوتيوب وتحطها لي في الانترنت تقول الناس ها هو الحق، انا جبت لك الدلائل من يوتيوب. انما العلم بثني الركب على العلماء. نعم، ماشي تنا على خاصك تسمع من الاول حتى الاخر، ماشي تاخذ لي مقطع ريل، ماشي تا يوتيوب ريل في يوتيوب كتجي كتحطوا لي انا مثلا تصيفطوا لي انا في بريفي ولا شي حاجه تقول لي حقا شوف هذا المقطع هذا هو كيقول لك مقاطعه لا، ولكن شوف لي السياق كامل منين بدات الاخر، واش كان كيدوي غير على واحد الجانب او لا كيدوي على واحد القضيه كامله، ونشوفوا شنو هو السؤال ديال السائل، شنو سولوا السائل بعدا، وشنو الوضعيه اللي حطوا فيها ما الى ذلك. كيف ما قلنا نجيو دابا عند العلماء المعاصرين، ومن خير العلماء وخيرة العلماء وافضل العلماء وجهابذ العلماء في زمننا هذا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله، الامام العلامه الهمام الفقيه المحدث عليه رحمه الله. هذا رجل عالم ويتمسحون به باش يغطيوا على سوء المنهج ديالهم ويبينوا على انهم على منهجه وهو براء مما يفعله. على اين ابن عثيمين عليه رحمه الله اش قال؟ لو ان المسلمين اتخذوا سلاح المقاطعه، يعني سلاح المقاطعه، فهل تظنون ان الدول الكافره، هذا بلسان الشيخ ابن عثيمين، قال فهل تظنون ان الدول الكافره تخضع او لا تخضع؟ يعني الشيخ ابن عثيمين كان في واحد المجلس قال لهم لو ان المسلمين اتخذوا المقاطعه كسلاح، واش كتظنوا على ان الكفار يخضعوا ولا ما يخضعوش؟ يخضعوا. نعم. الشيخ ابن عثيمين جاوب على السؤال ديالو، تخضع يعني الدول الكافره تخضع رغما عن انوفها،
وان شاء الله نوضعوا الرابط باش كاع ما يقول لك تقول على الشيخ ابن عثيمين. نعم هذا نوضعوا الرابط ضروري ديال العلماء. آه. قال لك تخضع يعني الدول الكافره رغما عن انوفها، ثم اردف قائلا عليه رحمه الله: من الذي يشغل عمالهم؟ وثم قال من بعد: من الذي يشغل مصانعهم الا استهلاك المسلمين لما يصنعونه. يعني ان العمال ديالهم والمصانع ديالهم خدامه بسبب المسلمين المستهلكين. احنا مثلا في المغرب السوق المستهلك عندنا في المغرب السوق الفرنسيه والصينيه، التركيه يلا بدات مؤخرا، الاسرائيليه دخلوها من وراء التطبيع، دخلوها. اذا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله شفناه اش قال على المقاطعه، ثم من بعد اش قال لهم: والله اني ارى ان المسلمين مقصرين في هذه الناحيه. قال لهم: دعنا من الامور السياسيه، قال لهم غير المقاطعه الا درناها فراه غيخضعوا. ثم اش قال: اني ارى ان الامه الاسلاميه، والله اني ارى الامه الاسلاميه مقصرين في هذه المساله. وكيلومهم كاع كيلوم الامه الاسلاميه على هذه المساله ديال المقاطعه، يعني انه لا يقول ان المقاطعه مباحه، بل يلوم الامه الاسلاميه على عدم المقاطعه. هذه باينه واضحه. واش غير يلومك على شي حاجه اللي هي اصلا حرام ديرها؟ يمكنش يلومك عليها. هو العثيمين دابا كما هو، شوف هادشي كامل غنخليوه لك. لا انا نقول لك مشايخ اخرين. كاين هذا القول ديال ابن عثيمين عليه رحمه الله، كاين القول ديال الشيخ الالباني عليه رحمه الله، كاين القول ديال صاحب احسن تفسير في هذه 100 سنه الاخيره وهو الامام السعدي عليه رحمه الله، صاحب تفسير السعدي كذلك يقول بالمقاطعه. ثم الشيخ بكر ابو زيد هذا كان يفتي مع الشيخ بن باز عليه رحمه الله، ما شاء الله. وكاينين اللجنه الدائمه كذلك تقول بجواز المقاطعه. الامور واضحه. واصلا قلت لك انا قبيله، قلت لك انا راه هو قال لك دعنا من الامور السياسيه، انا نقول دعنا من الامور الدينيه وغير بالمنطق. واش نخلي انا كافر هو عاقب الفيلم وعارف باللي راه اقتصاديا خاصو يقاطع، هو سبقني له وانا اللي مسلم لي اولى بالمقاطعه. لا صبرت تسنى ولي الامر. انت البريطاني والفرنسي غير قاطعوا تقضيو غرض، نتوما حنا كنتسناو ولي الامر. منطقيا ما كيتقبلش العقل هذا الوضع. ثم باش كاع يقولوا على ان المقاطع مفبركه، بل ان هذه المسائل كاين في مواقع رسميه او انه منشور قبل ما يظهر هادشي ديال الاي اي، قبل ما يظهر هادشي ديال الفبركه والمونتاج ديال الاصوات وكذا، الذكاء الاصطناعي الاي اي قبل ما يظهر هادشي راه المقاطع كاينين. ثم ان هادشي كاين في المواقع الرسميه ديال المشايخ. المساله نضينا منها. باقي المساله الثانيه. نعم الشبهه الثانيه هي مساله اللي انا كنظن خليتها هي الثانيه لان غتاخذ لنا شويه الوقت باش نعطيوها حقها. وليله دابا كنشوفوها بزاف، والصراحه هي فيها قول. يعني اذا دخلتي قلبتيها العثيمين رحمه الله ولا بن باز ولا الفوزان ولا هذا عندهم قول فيها، كاينه فتوى ديالها. فاحنا بغينا فعلا هنايا نشوفوا واش كاين المالكيه اللي دواو في المساله او لا ما كاينينش، او الامر مسكوت عنه، او المساله ينظر فيها على حسب الظرفيه ديالها، اللي هي مساله هذا المظاهرات والوقفات الاحتجاجيه اللي كتكون سلميه بطبيعه الحال. يعني بزاف الناس يحتجون عليها وانا كنت واحد منهم ولا زلت على موقفي، وهذه المساله ديما كنقولها لك، يعني لا اخشى ان اقول الحق. هي مساله ديال المظاهرات. انا يعني ما نقولش انا لا ما عنديش راي في هذه المساله، غير هو كنشوف انه مثلا الجانب ديال انه يتجمعوا رجال ويوقفوا ويدويو على كلمه الحق، هذا الامر مزيان. ولكن داكشي اللي كيجي معاه راه بحال قلتي كتجيني مظاهرات بحال كره القدم. كره القدم يذهبوا فيها العلماء على المباح، انها مباحه، انها عاديه مزيانه، غير هو الا دخلوا معها امور اللي محرمه بحال تضيع وقت الصلاه، بحال مثلا الاشهارات اللي كيكونوا ماشي هما هذوك، او النساء او الاختلاط او اللباس اللي يكشف العوره، هنا كتولي هذه الرياضه محرمه. فداك الشيء بغينا نعرفوا حنا هذه المظاهرات هادو واش، حيت دابا المظاهرات كتشوف كتبغي تمشي تحضر الوقفات مع الاخوه وتسمع الكلام وتعرف شنو كاين وهذا، ولكن بعض المرات الناس كيقول لك ولا راه كيكونوا نساء والنساء يرفعن اصواتهن وكذا وهذا. واش هذا الامر هذا محرم ماشي محرم؟ شنو نقدروا نقولوا في هذه القضيه دي، وشنو كيقول حتى الشرع ديال سيدي ربي في هذه المساله هذه تماما ديال المظاهرات؟ فهو عموما تجوج ولا ما تجوجش؟ جوج يا ما جوج. هو عموما حنا كاع ما ننتصر الراي ديالنا ولا ننتصر على ان الوقفات راها يعني ان خاليه من المحاذير الشرعيه او كذا، بل الحق هو نقولوا دابا ملي كيشوفونا كنوقفوا وكيشوفونا نقرب يعني كنقاربوا وكنحاولوا اننا نجمعوا شمل الامه، يصحبونا اننا ممن ندعو الى هذه الوقفات بمحاذيرها الشرعيه. لا، حنا كنحاولوا نقربوا ونسدوا الى اخره. نعم، كيف ما قال النبي عليه الصلاه والسلام: قربوا وسددوا والى اخره. يا اخي المساله ديال المظاهرات، اولا كاين فرق ما بين المظاهرات وما بين الوقفات وما بين الاحتجاجات وما بين الاعتصامات وما بين الخروج على شكل من هذه الاشكال. فاولا
راه الفرق ما بين المظاهرات او الوقفات السلميه وفرق ما بين الاحتجاجات والمسيرات او المظاهرات يعني الغير السلميه. اللي كيكون فيها العنف، اللي كيكون فيها الاقوال اللي لا تليق ولا نعم، كذا. ثمة فرق. حنا ابار الاحوال لا تليق اللي السلميه وغير السلميه. الشيخ ابن عثيمين والشيخ بن باز والشيخ الالباني عليه رحمه الله والمشايخ اللي انتشر المقاطع ديالهم، اولا هذا الشهاد ديالهم اولا عليهم رحمه الله، ونوافقهم في هذه المسائل على انهم قال لك المظاهرات لا تاتي الا بشر. وعاد كيقول لك انا اللي قريت بزاف في الفتاوي ديالهم بخصوص عثيمين وقيل وبن باز، انا كيقول لك ديال عثيمين عقلت عليه انه لا اصل لها في الدين وليست يعني من المسلمين، والمسلمين ما كانوش معروفين بالمظاهرات ولا بكذا، ما كيديروش هذا الشيء، وهذه المساله لم ترد لا في القران ولا في السنه. هذه هذه المساله حنا نردوا عليها. غير المساله ديال المقاطع اولا ديال المشايخ معهم، ما يملك تجي تهضر معاهم ما كيستدلوش لك لا بالقران لا بالسنه لا والو، كيستدلوك باقوال الشيوخ. اسمع الشيخ فلان قال، الشيخ فلان قال، الشيخ فلان قال. نعم على الراس والعين دوك المشايخ، لكن خاصنا نعرفوا القول ديالهم فين وقيته، علاش كيهضروا، شنو هو كان فيك الوقيته جاري في الساحه العالميه. يعني خاصنا نعرفوا المسائل كاملين. ماشي الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله كان كيتكلم في واحد الزمن في البلاد السعوديه، ونجيو يعني دابا 20 عام او 30 عام، والقول ديالو غنجيبوه ونطبقوه في هذا العام فين؟ في البلاد المغربيه. فرق ما بين السعوديه 30 عام دابا وما بين المغرب في 2024. وهذا ما حدث مع امامنا مالك حينما اراد ان هذه اللي غنصلوا بها ان شاء الله بحول الله. نعم. المساله ديال المقاطع ديال المشايخ، اولا راه كنوافقوا على هذه المساله ديال انهم كيقول لك انها لا تجوز كذا، لكن انما المظاهرات كثر عليهم وين احتجاجات اللي فيهم. لا هذه اللي بغيت نقول لك، راه انا فاش قريت الفتوى كامله قال لك لما يترتب عنها من عنف وكذا 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 وخروج عن ولاة الامور. خروج عن ولاة الامور. اذا هذوك اللي خارجين بلا اذن ولي الامر. نعم. الا هادو خرجوا باذن ولي الامر، الا خرجوا باذن ولي الامر اذا عادي انتفت الشبهه. ولا ما كانش العنف اللي دوا عليه، الا ما كان راه الوقفات كامل الحمد لله ما كاين لا عنف لا والو، كيجيو كيوقفوا كذا. عاد ندوزوا لبعض المحاذير الشرعيه. بعض المحاذير الشرعيه عاد نذكروا في الاول التاصيل ديال المساله ديال المظاهرات انهم كاينين في الاسلام، ولا نذكروا المحاذير وكيفيه. لا المحاذير خليهم من الاخر، لانه اكثر حاجه غيبغي بنادم يسمعها هي واش المساله عندها شي اصل، واش كاين شي حاجه اللي تماما تذكرت في المظاهرات او الوقفات السلميه. تماما. هذا اول حاجه. الا جينا ان اي حاجه نقلبوا واش كاين عندها مصدر في القران او في السنه، يمكنش. راه بعض المسائل اللي شيء عبيط على اننا نقولوا انه كاين في القران ولا كاين في السنه. لا كاين حوايج مستجدات كيستجدوا. راه التليفون ما كانش فيه ما مذكورش في القران او في السنه. نعم. لكن داك الشيء كياخذ الحكم عبر الاصول اللي كاينين سواء في القران سواء في السنه سواء اقوال ديال العلماء. يعني القران والسنه كيتخذوا كمنهج باش نعرفوا هذا تماما. وكما بحال عطيتك كره القدم مثلا، واش جائزه او لما كتجوز، كيقول لك مباحه لان ليس فيها ضرر الا اذا جاوا معها شي مسائل اخرى. نعم. اللي هي عندها اصل اولى، بحال الصلاه، بحال الاختلاط، بحال كذا كذا. وكاين واحد القاعده للفقهاء دابا كتهضر سبحان الله طاحت لي في دماغي. القاعده اش كتقول؟ الاصل في الاشياء الاباحه. كل شيء الاصل في الاشياء الاباحه حتى يرد الدليل على التحريم او على الكراهه. المظاهرات شيء من الاشياء ولا لا؟ نعم طبعا الحال. الحكم ديالها مباح ولا لا؟ اذا مشينا على القاعده ديال الفقهاء سواء المالكيه او الحنابلة او غيرهم من المذاهب انها مباحه حتى يرد الدليل على التحريم ونحرموها، او حتى يرد الدليل على الكراهه ونقولوا انها مكروهه. بالنسبه على انها كتاصيل علمي، كاين انه كاين في عهد الامام احمد عليه رحمه الله حين الفتنه ديال خلق القران. نعم. طلبه شافوا ان الامام احمد عليه رحمه الله ظلم وتعذب، وانهم تمنعوا من المدارسه، انهم يتلقوا عليه، فانهم داروا مظاهره قدام قصر الخليفه الشامعوا. هي ماشي اليوم هزوا لافتات نريد الافراج عن الامام احمد وكذا، لا، لكنهم اش قال لك اش غنديروا؟ الشامعوا مع هما كلهم طلبه ديال الامام احمد عليه رحمه الله قدام قصر الخليفه انذاك، وكيطالبوا ان يتم الافراج عن الامام احمد. الخليفه رسل المرسول ديالو الامام احمد عليه رحمه الله باش يقول لهم ارجعوا كذا، والامام احمد عليه رحمه الله شاف انه غير يرجعوا، انه لك الامور انه بخير، انه شاف انه ابتلاء مع الله عز وجل، بغى انه يوقف لك الابتلاء بوحده. هذا رجل عالم ولا يقاس عليه. والقصه ديال الامام احمد عليه رحمه الله راه معروفه انه ثبت بوحده من بعد ما تم القتل ديال 3 هما اللي كانوا بقاو، واحد تم القتل ديالو وواحد تم نفيه ثم نفيه. والامام احمد عليه رحمه الله هو الذي ظل ثابتا
نعم. على اي بالنسبه للامام احمد عليه رحمه الله قال لهم سيروا، ما قالش لهم انها حرام او كذا، قال لهم غير سيروا. يعني حنا دابا كنهضروا بالدرجه على صحابنا شي واحد قال لاحمد غير سيروا، لا غير كنهضروا بالدرجه باش المعلومه توصل كما هي. الامام احمد عليه رحمه الله قال لهم سيروا، ما قالش لهم حرام او ان هذا مخالف لمنهج ولي الامر او كذا او كذا او كذا، لا قال لهم سيروا لانه عارف اش كاين. هما طلبه السامع ما وقع لا انكار، وملي خرج ما قالش لهم ان هذاك الشيء درتوه خايب، ما كاينش شي حاجه كتدل على انه نهاهم او انه حرم عليهم ديك المظاهرات. نعم. انتقلوا من بعدها على ان المظاهرات الا كانوا فيهم المحاذير الشرعيه، مثلا الا كانوا بدون محاذير شرعيه، من بين المحاذير الشرعيه يعني كاين الاختلاط، هذه اول حاجه. من بين المحاذير الشرعيه كذلك رفع النساء الاصوات ديال اصواتهن، كذلك من بين المحاذير تكون الموسيقى مثلا، المحاذير الشرعيه انها تكون موسيقى. نعم. من بين المحاذير الشرعيه ان يكونوا شي هتافات يعني فيهم تأييد على مثلا يعني وقوع فتنه او كذا. نعم. بحال كانهم يقولوا شي حوايج او كذا وكذا، خلاص تخلي مثلا يولي فيها نوع من توقع فتنه او كذا. على اي هادو كنقولوا احنا متفقين الا كانوا هذه المسائل هادو محاذير شرعيه لا ينبغي انها تكون، كنقولوا انه ينبغي ان تقوم، ماشي الا كان واحد الحاجه كاين فيها محاذير شرعيه نقولوا حرام مطلقا وما نديروهاش. لا، الحالة دابا السوق فيه اختلاط ولا لا؟ نعم. ملي تكون غادي للجامع انت غادي تصلي، كاين اختلاط في الشارع ولا لا؟ نعم نعم كاين. ملي كيقراو في المدرسه كاين اختلاط ولا لا؟ يعني ان راك دابا عايش لكن كتحاول على انك كتاخذ احتياط ديالك وكتحاول انك تصلح. المؤمن انه كيصلح، ماشي كيلقى الدنيا مقاده، لا هو كيصلح. يعني انه الا كانوا واحد الوقفات او مظاهرات او مسيرات وفيهم هذه المسائل يحاول واحد انه يصلح، يكونوا النساء بوحدهم والرجال بوحدهم. غيخرج لك واحد يقول لك النساء علاش غيخرجوا اصلا؟ النساء ديال النبي عليه الصلاه والسلام ما كانوش كيخرجوا، يقول لك لا هادو خاصهم يبقاو في دارهم. ولهذا انا وضعت واحد ستوري على ان هذا المكان المخصص للنساء، ماشي المكان المخصص للنساء يجيو من بيت النعاس ولا يجيو من الكوزينه كيطيبوا ويجيو يوقفوا هنايا، لا، اللي باغا تتضامن واللي باغا تعبر على الراي ديالها وكذا راه هذا. واللي ان الشيطان يعني وسوس ليها وخارجه وباغا تهتف وكذا، على الاقل اخف الضررين على انها تجي مع النساء ماشي تبقى غاديه مع الرجال. نعم. لماذا تنكر علي انني باش نقول هذا مكان مخصص للنساء اقل الضررين على انها تكون مع راجل بحال هكا، وكاع ما تنكر على اللي مدير الاختلاط. دابا انت ما قدرتيش انك تقنعها ما تخرجش، كون كانت عندك فرصه كون درتيها، هي خرجت فاش خرج لا عطا الله عطاها ما بقيتش قادر اخف الضررين. ولو بعد خرجتي وسير بعدا مع العيالات اخف الضررين. نعم تماما. وثاني حاجه لماذا تنكر علي انا كمسلم كنحاول ندير اخف الضررين ولا تنكر على من اطلق الضرر على مصراعيه؟ نعم. لماذا انايا كنت باغي اخف الضررين كتنكر عليا، واللي سامح بالاختلاط وكذا لا تنكر عليه؟ لماذا؟ هذه ثاني حاجه، يعني انه قلنا انه يحاولوا النساء يكونوا الواحد انه الافضل انهم يخرجوش من الافضل الا كانت شي مساله تستدعي خروج النساء. مع كاين بعض المسائل التي تستدعي خروج النساء، اذا كانوا النساء يقتلون ويغتصبون ويفعل بهم الافاعيل في غزه او في سوريا او في اي مكان من الاماكن او في السودان، اخواننا في السودان فرج الله على الامه الاسلاميه جمعاء، اذا كان يفعل بالنساء خصوصا هذه المسائل، فالنساء يخرجوا انهم يتضامنوا لما يقع للنساء. وهنا كاين اقوال العلماء ومن بعد نهضروا على هذه المساله. لكن مادام انه الامر عام غير على خوتنا فلسطين، الافضل انهم ما يخرجوش. قول الحق، هذا هو الحق الذي لا نماري فيه احد، الافضل انهم ما يخرجوش. الا كانوا يخرجوا شي وحدين، ولا سيما ان المظاهرات والوقفات دابا ما كيشاركوش فيهم غير المسلمات، العلمانيات كذلك، المسلمات، العلمانيات، النسويات، الليبراليات، كلشي كيشارك لان القضيه ولات قضيه انسانيه، وان كانت عندنا نحن قضيه عقديه. نعم. لكن عموما قضيه اسلام انسانيه، هي قاعده عقديه بيناتنا حنا. ما هذا بحال تنقولوا حنا لا كويزين انترن ديالنا، ولكن في الظاهر في السوشيال ميديا وفي الاعلام واخدينها انسانيه، قاعده انسانيه، لان كلنا كنتشاركوا في حاجه انسانيه. نعم. وخلينا المنطلق ديالنا حنا عقدي. نعم. يعني انه ماشي كيشاركوا غير المسلمات بوحدهم باش نقولوا انه الاختلاط ما خاصش يكون، راه كيشاركوا حتى العلمانيات، حتى الليبراليات، حتى الملحدات، حتى النسويات، بل حتى الشواذ اللي كيكونوا عندهم يعني السحقيات. نعم. كذلك هذوك تاهم كيشاركوا. يعني انه الى
احنا كنقولوا على ان النساء ما يخرجوش. نعم بطبيعه الحال. الا خرجوا فراه الافضل انه يكون مكان مخصص للنساء ومكان مخصص للرجال، بمعنى الا لانه اخف الضررين. بمعنى الا جات شي امراه مثلا وما لقاتش شي مكان مخصص للنساء، هي من الافضل ترجع بحالاتها. افضل ترجع بحالاتها. وهو الافضل انها ما تخرجش كاع، واخا يكون المكان مخصص للنساء ومكان مخصص للرجال، افضل انها ما تخرج. حنا كنهضروا اللي زغب الله. دابا الاشكال اللي وقع انه المراه فاش كتخرج انت ما انت ولي امرها، ما انت راجلها بابا، ما انت غير شفتيها اصلا خرجات، غتمشي عندها غتقول لها رجع للدار، ما غاديش تسمع لك. تمام. ما غاديش دير، تقول خويا دخل سوق راسك. بل انه سيدي يوسف البارح في الوقفه بساحه ماريشال حتى الكره الارضيه في كازا هنايا كانت وقفه، كنت انا بارك مع هذوك اللجنه المنظمه، فيهم شي اصدقاء كنعرفهم، وبانوا لنا ان دابا واحد المكان كيكونوا فيه النساء بزاف ومكان فيه الرجال. عموما كاع الوقفات تقريبا كيكونوا مختلطين يعني. وانا نجيب واحد الاخ من اللجنه المنظمه وواحد الصديق ديالي وقلت لهم يلا على هذوك الناس نقولوا لهم راه المكان ديال النساء هنا والمكان ديال الرجال هنا. هذوك جاو اش نقول لهم نرجعوا، ما يسمعش لي راجل مجي واحد مجيب مرته. لا ما يسمع. مشينا قلنا لهم اخوان راه هذا المكان مخصص للنساء، هذا المكان مخصص للرجال. صافي ولا كيما لك العيالات غاديين هنايا عند العيالات والرجاله ولاو غاديين عند الرجاله، وصافي بقاو هنا العيالات وهنا عند الرجاله. كانوا غيكونوا ثلاثه ديال المحاذير ولاو غير جوج. الاشكال اللي واضح دابا اش درتي انت حطيتي واحد الشيء في دماغك، قلتي اول حاجه نقدر نبدا بها نقول لهم سيروا بحالاتكم، ما غاديش يسمعوا لي، غادي نقول لهم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه. النبي عليه الصلاه والسلام قال لك انت اللسان ديالك غيرتي به غير التفريقه، فرقتي والقلب ديالك انت راه ما كرهتيش ما يكونوش كاع معانا تماما بطبيعه الحال. احسنت. هذا هو الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. نقول لك المساله ديال المظاهره، كنا قلنا واش المظاهره الى جا ولي الامر وامر بها، احنا جايين لهذا واش لا امر بها هنا كتولي قلنا خرجوا بحال اللي وقع مثلا في 75 في المسيره الخضراء. نعم. قلنا نخرجوا. اييه انا ما كنتش معاهم بطبيعه الحال اللي عاودونا، فهما امتثلوا لامر ولي الامر. دابا السؤال علاش عندنا حنا في الدين يعني في السيره النبويه كاين بعض الامور ياك التي يعني يرونها العلماء انها جائزه ومزيانه وحلال. علاش؟ لانها وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورآها ما جا فيها لا حديث لا والو. الحاجه الوحيده اللي عارفين عليها انه رآها النبي ولم ينكر عليها. نعم. مثلا مساله ديال كشف الوجه، مساله ديال مثلا ديال المقبره، مساله ديال زياره النساء للمقابر، لا مساله ديال المراه اللي لقاها كتبكي عند القبر ديال ولدها، وزيد يعني ما كاينش حديث الذي يحرم تلك المساله، ولكن كنلقاو باللي راها النبي ولم ينكر عليها. وحنا ما نقدروا نقولوا النبي لم ينكر، غلط في هذه، ما يمكنش، مستحيله. فلم ينكر عليها. ترى قصه اخرى مشهوره ديال غزوه الخندق، ما بعدها فاش سالوا مع الخندق غادي يمشيو يقصدوا اليهود. اش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم ما تصلوش العصر حتى توصلوا لعندهم. فكاين اللي صلى كاين اللي صلى قبل ما يوصل لانه خاف تمشي في هذه المساله. فاش وصل لم ينكر لا على هذا ولا هذا، ولا اللي صلى اقرهم جميعا. فهنا غنقولوا باللي هذوك الناس كانوا مزيانين. لهذا هذه المداخله لا يفرقون بين المسائل الخلافيه، بل الحق هو اللي عندهم فقط. هذه القضيه بغيت نقول لك علاش كنلقى بعض المرات بعض الناس ما كيمشيوش بهذاك فقه الاختلاف، والاختلاف انا اراه رحمه. نعم. والله العظيم الا اراه رحمه. الاختلاف فيه رحمه وفيه كلام. بالله عليك لو لم يختلف مثلا العلماء اجمعوا جميعا من النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا، لو اجمعوا جميعا انه كاشفه الوجه آثمه، كي كنا غنعيشوا المغربيات كامل كلشي جاهل. الاغلبيه هذيك اللي دايره الخمار وكلشي مبينه غير هنا بوحدو، وهنا حتى هي جهنم. علاش؟ لانك تعتبر متبرج. تخيل ما كانش فيها خلاف عند العلماء، فالخلاف هنا كنعتبروا انا رحمه. وبزاف الامور مثلا الاكل باليسرى عند الحنابلة راه حرام، عندنا حنا مالكيه راه مكروه على حساب. فهمتي باش نوصلك؟ فتخيل كون كان ديك المساله لا حرام وغلطت انا درتها حرام، غلطت بالغلط انا مثلا يا بالخطا. فانا علاش دويت معك المساله ديال الانكار؟ بغيت نجيبها عندنا حنا لولي الامر ديالنا. ولي الامر ديالنا حفظه الله يرى ما يحدث من المظاهرات. هذه المساله اللي بغيت غير نذكر المخالفات ونذكروا كلا الطرفين اللي كيقولوا يمكن لك تهضر في هذه المظاهرات وكذا مع وجود المخالفات لوجود المنفعه ومفسده اصغر. بغي نذكر هادو من وراء نذكر على ديال حسب ولي الامر اللي جاتني في بالي. كنقول انا مع نفسي الا كان هذا الشيء ما خصوش يكون، فعلاش ولي الامر ديالنا كيشوف هادشي ومخليه؟ نعم. اذا ما حد مخليه لم ينكر عليه فهو راضي به تماما. والدليل انا تحدثت مع ناس ديال الامس، سمح لي تحدثت مع ناس ديال الامن وقال لك حنايا فاش كنكونوا في شي بلاصه ديال الوقفات هذا الهدف ديالنا
هو ضمان تحقيق الأمن الامن، ديالنا. تحقيق الامن. لا لانه حنا ما باغيين يمنعوا، حنا كون جاوتنا اوامر ديال نحيدوا هادشي غنحيدوه. صح. وحنا كنشوفوا فاش كيكونوا مثلا دوك التجمعات ديال دوك الصحاب ديال الكره، دوك الالترات وداك الشيء، راه ما كيعطلوهمش، كيحيدوهم كيفرشكم، لانهم عارفين ان كاينه مفسده من بعد. ولكن هما فاش كيشوفوا دوك الوقفات السلميه، الناس واقفين ما باغين والو، ما غير كيدويو على كلمه الحق، مخلينهم ما جاتهم لا اوامر من الفوق لا والو، باغين هما الاوامر اللي جاتهم هو التحميه اذى. تمام. يعني بالله عليك، واش انا مثلا انا كولي الامر ما باغيش ديك الحاجه وغادي نوصي الناس عندكم يتاذى شي واحد، بالعكس ما كنتش باغي نقول لهم خليهم يتاذاو، بالعكس انا كنقول لهم سيروا قابلوهم، سيروا ردوا لهم البال، عندك لا كاين شي شفره على شي سرقه على كذا ردوا البال، الناس واقفين في امن وامان، عائلات بوليداتهم كذا واقفين في امن، خلي الامور تمشي طبيعيه. بالعكس انا كنظن بلي والله اعلم لو يعني نهي عن هذا الامر غتنوض فتنه اعظم. نعم. يولي واحد الخروج يعني مجهد، يولي الناس عاد باغيين يخرجوا المظاهرات اكثر، وعاد غادي يقدر يوصل بهم انهم يبداو يغوتوا اكثر ويخرجوا شي كلام خصو يخرج. ولكن واحد الامور غادا بسلميه، الامور غادا ما كاين لا سبان لا معيور، الناس كتوقف غير كتذكر الناس بالقضيه، كتذكر الناس بالامور اللي خصها دير واللي ما خصهاش دير، تذكر الناس بالحقيقه ديال الصهاينه شنو كيديروا شنو كيفعلوا. فانا لا اجد في هذا الامر شيئا، يعني ما والله اعلم عاوتاني. هو تماما هذا هو اللي كاين. بالنسبه للمساله ديال ذكرنا على انه اذا كانوا محاذير شرعيه، فراه بعد اللي قلنا بقينا مركزين على النساء مع هو الهضره ديالهم على النساء. نعم بطبيعه الحال. قلنا على ان الاصل في النساء على انهم يحضروش، الا حضروا فراه كنشوفوا مفسده اقل من ديك المفسده اللي كانوا غيحضروا، يعني غيحضروا مختلطين. المفسده الاقل هي انه يكونوا النساء بوحدهم والرجال بوحدهم. نعم. من بعدها الى الواحد حضر، واحد بحال كمسلم دابا اللي كيشوفوا، ومنهم انايا قبل ما نبغي نمشي استشرت مشايخ، راه الوقفه فيها نساء واخا يكونوا بوحدهم ورجال بوحدهم، والنساء يتعالون باصواتهن، واش يمكن لي نحضر ولا لا؟ نعم. العلماء كاين خلاف فيهم، كاين كيقول لك لا يجوز لك انك تمشي، لانه كاين محاذير شرعيه ومخالفات شرعيه لا يجوز لك. نقدر ندير واحد اسقاط الصور على المساله اللي قلتي مثلا على القول الثاني ديال العلماء. تفضل. هذا القول الاول. القول الثاني اش كيقول لك انه كاينه مفسده ديال انه النساء كيخرجوا وانهم كيرفعوا الاصوات ديالهم وكاين اختلاط، لكن كاينه مصلحه عظمى. المصلحه العظمى شنو هي انه اولا تضغط على المسؤولين باش انهم يحيدوا التطبيع اللي هو موالاه الكفار، وهو كما قلنا على الامام احمد عليه رحمه الله ماذا قال عنه. نقول عاوتاني على انه في ضغط على الكفار بطريقه مباشره على انهم ما يبقاوش يديروا الخطه فلسطين داكشي اللي كيديروا. نعم. الى اخره. كيقول لك العلماء، هادو العلماء ديال البلد كيقول لك على ان كاينه مصلحه. يمكنش لك نتايا واش المغرب ما فيهش علماء؟ سولنا علماء من البلد واش نخرجوا ولا لا، علماء موثوقين. وعلاش كاع ما نسولوا العلماء ديال المجالس العلميه والعلماء اللي موكلهم الحاكم؟ واش هذا ليس خروجا عنه؟ كتخلي العلماء اللي موكلهم الحاكم وكتمشي تسول العلماء ديال بلاد اخرى. حنا كاع ما كنتاقصوا على العلماء الاخرين ولا كاع ما كنقولوا على ان العلماء الاخرين عندهم، ولكن هذوك ليس لهم درايه بما يقع في بلادنا. لهذا نرجع لك الاثر اللي مروي على انس، الامام مالك بن انس عليه رحمه الله. نعم. اش قال؟ جا عنده واحد من بلاد الاندلس وفي روايه من بلاد المغرب يستفتيه الامام احمد عليه رحمه الله. اش قال ليه؟ قال ليه واش ما كاينش علماء في بلدك؟ واش ما كاينش علماء في البلد ديالك؟ ارى يعني ان الامام مالك عليه رحمه الله لو انه بغى يفتيه غيفتيه ويجاوبوا بما يعلمه الامام مالك، لكن يمشي للواقع ديال البلاد الاخرى غيلقى داكشي مخالف. دابا بالله عليك في السعوديه كاين فتوى منتشره الامام بن باز عليه رحمه الله بعدم جواز الدخول الى المدارس المختلطه. انا متبع هذا القول حقيقه، لكن باش تلزم الشعب المغربي ما يقراش، حتى شي واحد ما غيقرا. حتى واحد ما غيقرا. المدارس كاملين 98% عندنا قله المدارس الاستعماريه في المملكه المغربيه، بل انه ولاو منعدمين، ولا 98% تقريبا ديال المدارس المختلطه. 2% هي الغير مختلطه كتلقى في التعليم ولا عمرات. هذوك الاخرين شنو نديروا لهم؟ يعني كل شيء ما يقراش، يعني انه ما يمكنش لك تسقط واحد القول. هنا غنجيو العلماء ديال المغرب قال لك انا الواحد يحاول انه يقرا او انه يدخل يدير مثلا سادس ليبر، تاسع ليبر، باك ليبر، وعاد يعني هذوك كيحضر امتحانات فيهم اختلاط، لكن نهار واحد اخف الضررين. راه هو في مخالفه. نعم. لكن اخف الضررين. انا شخصيا دابا كنقرا دابا تقريبا في الماستر، وراه يلاه تلاقيت بك دابا. راه يلاه الجمعه البارح. نعم. مشيت نادي، راه شافوا الناس في الانستغرام عندي، مشيت نادي الامتحان.
كاين اللي غيسحب لنا كان قادمه راه ما كنمشيش ديما، تمام. وثق بيا راه فعلا راه كتادي الثمن باش تكون عارف. تمام. فاش كتكون انا كنقرا في مدرسه اللي كتلزم الحضور، مشات لي عامين من حياتي بسبب المساله هذه. نفس السنه كنعاودها 2 المرات، ماشي مره واحده، كنعاودها 2 المرات، يعني دوزت المره الاولى وعاودتها، عاود دوزت المره الثانيه وعاود المره الثالثه، يعني عاودتها 2 المرات غير بسبب الحضور. وما زلت محتسبا وصابرا الى ان يعينني الله عز وجل انني نتجاوز هذه المرحله هذه، لانني ما كنبغيش نحضر في الاختلاط تمام. اللي كاين تبرج، كنحضر غير نهار الامتحان. واساسي اذا شرحت لهم هذه المساله قلت لهم راه ما كنبغيش نحضر، راه صعيب عليا نحضر وكذا وهذا وهذا، راه بغيت غير الله يخليكم ندوز الامتحان ديالي وننجح وندوز. فنسال الله عز وجل التوفيق غير باش يعرفوا الناس انه راه حنا راه كنجاهدوا تضحيه وكذا، كنجاهدوا ماشي حنا باغيين بهذا الاختلاط او كذا، لكن الضروره كيف ما كيقولوا الفقهاء، الضروره تقدر بقدرها. نعم. يمكنش لك انت خاضع لواحد الضروره وتقول لي لا. النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل، او انه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اخير او افضل او احسن من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. نعم. يعني المخالطه فيها وكذلك مثلا اسقاط لك التكويره غندير الصوره نعم. ديال مثلا العمل. دابا مشات 98% وقال خصني نقول لك كل شيء العمل فيه اختلاط. نعم. المراه دابا ما تبقاش تقولها جالسه في الدار. نعم. دابا شنو غادي ندير انا عندي اسره خصني نصرف عليها، نعم. ياك خصني نوكل الاسره ديالي ونعيشها، وخصني نخدم. انا مثلا ما عنديش مع التجاره، او حتى لا درت التجاره واخا خدمت في شي خدمه، الخدامه كلهم خدامين معاك، وصافي حيت خدامه معايا مراه صافي ما نخدمش انا نجلس نبقى ما ندير والو، لان هذيك المراه كاينه مراه، لا كاينه مراه غتلتزم بالضوابط الشرعيه ديالنا وما تشوفش فيها، ما تدويش معاها، ما تضحكش معاها، ما تخالطهاش، ما جالس هي عندها خدمتها لها وانت عندك خدمتك هنا، تادي المسائل ديالك. ولكن العمال كيبقى اسمح لي نعم. كيبقى هذيك المساله ديال انك تنكر بقلبك انا هذيك المساله، انا منكر، انا دابا حاليا راني خدام في اختلاط، تمام. المكان اللي خدام فيه خدام في اختلاط وفي تبرج واحد العرى الله المستعان. ولكن فاش كنمشي راه في قلبي راه انكر عليهم. وبعض المرات الاصدقاء ديالي في العمل كنقول لهم والله العظيم انا راه هذه المساله راه اللي مصبرني عليها هنا راه غير حيت محتاجين العمل ومحتاجين ندخلوا واحد القوت باش نقدروا اننا نكونوا الواحد يعني خاضع للضروره ما كيحاول يمشي باخف الضرر. التجاره دابا انت قاعد درتي التجاره اللي ما فيهاش اختلاط، ما غاديش عندك مرات تشري من عندك. شنو غدير؟ التجاره اللي درتي غتشري مع تجي عندك مراه. وإلا قاعد درتي تجاره ديال الرجال تقدر المراه تجي باغا تشري الراجله، وفكانت تجري عليها تقول لها سيري بحالتك اختلاط. فين هو الدين دابا؟ ما فهمتش انت غير التزم بالضوابط الشرعيه ديالك. تمام. مشيت لواحد البلاصه لقيت واحد اهم حاجه هو كما قال السي عبد الودود انك تحاول تنكر بكل الطرق الممكنه اللي اباح لك الشرع، وتحاول تغير الا كان السبل الممكنه. كيف ما قلنا انه البارح خطوه بسيطه، انا اقترحت على الاخوه قلت لهم نمشيو عندهم نقول لهم ان النساء يمشيو تما والرجال يجيو لهنايا وصافي. قلنا لهم الناس هما لقيناهم باغيين داك الشيء مشاو. اذا المساله كتحتاج غير شويه، اما باش تبقى مخبي اللور وتقول لهم لا يجوز المظاهرات لانه كاين اختلاط، ولا خرج معنا الصحه وغير معنا، قولها لهم خرج الصحه وقولها وغير مثلا انت ما قدرتش تغيرها بالفعل. كاين اللي يقدر يغيرها، كاين اللي مشى تماك وانكر عليهم وسط منهم. نعم. انت قدرت وفقنا الله عز وجل، الحمد لله هادشي اللي بغينا. يعني انه قلنا انه كاين خلاف بين العلماء، كل العلماء كيقولوا انها لا تجوز، ما كنقولوش هذا القول ديالهم خطا، لا هذا الشهاد ديالهم. وكاين العلماء اللي قالوا انها يمكن لك تحضر لان اخف الضررين. راه كاين اللي غيحضر وغيدير الاثم، لكن الاثم ديالو اقل من اللي كاع ما غيحضر. يعني انه كاين اختلاف، ما كنقولوش على هادو تا هما قول ديالهم صحيح مطلق، بل الواحد كيشوف انه وقع واحد الخلاف كيرجع العلماء ديال اهل البلد هما اللي يسولوا، يشوف عالم موثوق. انت كاع ما كتثق في الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، واحد العالم موثوق يؤتمن في علمه ولا ينتصر لنفسه ولا لهواه. هذا ضروره في العالم، ماشي يكون بركي يطعن في فلان وفرتلان وفعلان ينتصر لهواه. وذكر الشيخ الألباني عليه رحمه الله في الرد على من يطعنون ويلمزون ويقدحون ويبدعون بعض العلماء، قال هذا انتصار للنفس. والشيخ الرحيلي كذلك قالها. يعني عموما ان الواحد كاين خلاف نرجع للعلماء ونشوف واحد المساله. نعم كاين خلاف وكاين هادو ما يمكنش تقول عليهم ماشي علماء، لانه علماء ديالكم كيقولوا عليهم علماء، وانهم طلبوا العلم عاد علماء. نعم. يعني المساله خلافيه والخلاف فيها معتبر. من المساله خلافيه كاين واحد القاعده فقهيه ما كرهتهاش تكتب كبير هذه كاين عند الفقهاء: حكم الحاكم يرفع الخلاف ام لا؟ واش الحاكم الا حكم بواحد الحكم واحد المساله خلافيه واش يرفع الخلاف ام لا؟ الا قلنا نعم مثلا الا قلنا احنا نقولوا مثال باش يفهموا هذه القاعده الفقهيه. في الفقه مثلا كيتقالوا القواعد وكيتعطاو الامثله معها. تفضل. بارك الله فيك جزاك الله خير. هذه القاعده الفقهيه ديال هل حكم الحاكم يرفع الخلاف ام لا؟ تارك الصلاه مساله خلافيه، وان كان قول الجمهور هو تارك الصلاه الى اخره، مساله خلافيه. الحاكم
افتى على ان تارك الصلاه كافر، والمذهب المالكي كيقول انه ما كافرش. المذهب المالكي يقول انه ليس بكافر. الواجب على المغاربه كاملين انهم يتبعوا القول ديال الحاكم. لماذا؟ لانه هو رجل عالم، عنده العلم وعنده كذا، افتى ماشي افتى عجبو الحال لا كافر ولا ما كافر، وبالخصوص الا كان امير المؤمنين. تمام. الا كان حاكم يعني ما دام انه افتى بواحد الحكم راه واجب على الرعيه كامله ان تتبع ذاك الحكم. بالله عليك دابا الوقفات، انا يا كنسول الوقفات قبل ما دير وقفه كتب واحد الطلب للمسؤولين نعم. فيه الاذن بانك دير وقفه في المكان الفلاني، شكون هي الجهه المنظمه واللجنه المنظمه تكون، الاشخاص فيهم، رقم البطاقات الوطنيه، هادو معلومات لي زانفورماسيون كيكونوا عند كل شيء. كيمشيو للمسؤولين، المسؤولين عطاوك الاذن. ملي المسؤول مثلا الوالي ديال كازا السمهري مثلا عطاك الاذن ديال انك، شكون يعطاه هو الاذن؟ ها حنا جايين نعطيك الاذن انك دير ديك الوقفه، راه هو ولي امر، ولي امر بالولايه على الحاكم يعني. الحاكم نعم. اذا هو حاكم فاش كنسمعوا وكيل الملك، يعني انه كيمثل الملك. اذا دابا الملك عنده ولاة، دابا هذا والي المدينه. نعم. والي المدينه والي جايت من الناحيه الشرعيه. نعم. الحاكم هاو عنده ولاة هنايا، الوالي ديال كازا سمح بالوقفه، مادام سمح الملك اللي مدير ليه هو اللي مسامح ليه انه يسمح بديك الوقفه. اذا الملك او الحاكم هو اللي حكم بان ديك الوقفه تكون. اذا انه المساله خلافيه، الحاكم رفع الخلاف ولا لا؟ طبيعه الحال رفع الخلاف. باش رفع الخلاف ان الوقفه الدار صافي. جماعه الطبيب جماعه الطبيب الحاكم رفع الخلاف. بارك الله فيك، بارك الله فيك. فالحمد لله يعني حاولنا نجاوب على جوج اسئله. الحلقه تقدر تكون طويله قصيره، ولكن انا ما كتهمنيش الوقت اكثر ما كيهمني المضمون. فغادي نحاولوا انه نوجدوا لكم الحلقه وتشوفوها في اقرب وقت، وغالبا دابا راكم تكونوا تفرجوا فيها الاخر. الى عندكم اي تساؤل غتلقاو الصفحه ديال الاخ عبد الودود لتحت في الديسكريبسيون، دخلوا عنده سولوه شي مساله فقهيه. هو ليس بعالم ولا فقط طالب علم، ولكن هو عنده اتصال مع علماء اللي يقدر يجيب لكم من عنده. هذاك نقولها دائما، انا كاع ما كنجاوب الناس يعني من خلال اللي عندي انايا، بل من خلال داكشي اللي قريت، او من خلال سمعت علماء اش قالوا، او من خلال اني كنمشي نسول. كيمشي اللعيبه ديال السؤال. دابا كاين ما عندوش تواصل، كاين ما عندوش كيقول خويا ما كنعرف حتى شي عالم، ما عنديش النمره ديال الفتوى، ما عنديش النمره ديال شي واحد اللي يفتيني بشي حاجه. فاش كتلاقى مع شي طالب علم كتقول هذا غالبا عنده النمره ديال شي واحد مفتي. او انه مرات على ديك الحاله مثلا كيسولك شي واحد شي سؤال، ديك الحاله مرات عليك كنتي انت ما عارفاش ومشيتي سولتي، ديك الحاله مرات عليك كتجاوب بداك الشيء اللي بان لك، كتقول راه ديجا، لانه الا ما جاوبتيش هو محتاج فراك كتمتي علم. والنبي عليه الصلاه والسلام قال من كتم علما يوجم بلجام من النار يوم القيامه. الله المستعان. يعني انا بلغوا عني ولو ايه. بارك الله فيك. فشكرا لكم كاع اللي تبعوا الحلقه دابا، وشكرا بزاف الوقت اللي عطانا السي عبد الودود واستقبلنا في المكان ديالو. فان شاء الله مثلا غتجمعنا معاه حلقه واحده اخرى اللي غتكون شرعيه. غادي نخرجوا من السياق ديال فلسطين وهذا الشيء اللي واقع عليه مظاهرات والمقاطعه، وغادي نركزوا على الجانب الشرعي في واحد الموضوع اللي مهم بزاف اللي ان شاء الله غادي تشوفوه قريبا، تقدر قبل العيد ولا مورا العيد. فاخر حاجه نقدر نبغي نختم بها هي نعطيه الكلمه، هو شي كلمه من اجل اخواننا في غزه المستضعفين، وحتى اخواننا في السودان اللي تما مستضعفين. فتفضل اخي عبد الودود، شنو نقدروا نقولوا للناس، نعاودوا نوعيهم ونذكرهم بالمسائل المهمه اللي خصهم يديروها تجاه خوتنا من الدعاء الى غير ذلك؟ هو عموما نعتذر على الاطاله، وجزاكم الله خير وبارك الله فيك على حسن التنقل وحسن. الحمد لله الحمد لله، شكرا جزيلا. فعموما نحاول انني نعتذر أن نقول واحد الكلمه بخصوص خوتنا يعني اللي طاحوا في هذه الاخطاء، يعني هذه الاخطاء المنهجيه. هو معلوم على ان كل بني ادم خطاء، نعم. وخير الخطائين التواب. حنا ما كنقولوش على انهم خطائين، غير انه هما كذلك نحن نحسن الظن فيهم، باغين يعني انهم ما يوقعوش واحد المحاجر الشرعيه، وباغي المسلمين انهم ما يوقعوش واحد المحاجر الشرعيه، لهذا يعبرون على هذه الاراء وهذه الاقوال وكذا. لكن نقول ان احنا كنحاولوا اننا نجمع الامه الاسلاميه، وكنحاولوا ماشي على انني انا عالم ولا انني انا كذا، لا، كل واحد من بلاصته، كل على ثغر وكل سيسال على ثغره، وكل اتي يوم القيامه فردا. تماما. اذا انه نحن نحسن بهم الظن كذلك، وهم اخوتنا، ويعني همهم همنا وهمنا همهم. نعم. هو تحكيم شرع الله عز وجل، الاصلاح والاصلاح. فهذه رساله من اخوكم عبد الودود الصابري، يعني اللي وقع في هذه الاخطاء المنهجيه يعني، ونحن نقول عنها اخطاء بهذه الاجتهادات المنهجيه يعني، لكن نرى انها مخالفه. فنحاولوا على انه الواحد يبحث
ليس انتصار لنفسه، راه عارفين انه كاع ما كينتصر للنفس، وليس انتصار للهوى ولا للاشخاص. يحاول الواحد يبحث ويشوف القول ديال الاوسط اللي كانوا عليه العلماء، فيحاول انه وتكون كلمه ديالنا كلمه سواء. تخيل ان الله عز وجل امر النبي عليه الصلاه والسلام انه يهضر مع اليهود او مع الكفار عموما، قل يا اهل الكتاب. دابا شوف بعد في الاول قل يا اهل الكتاب، ماشي يا كفره، يا أهل الكتاب يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء سواء بيننا وبينكم. عاد يعني انه ضبط معهم اننا ننطلق من واحد البلاصه وحده وكاع ما يكون بيناتنا واحد البغضاء او كذا وكذا الى اخره. عاد قال لي الا نعبد الا الله، وهضر معاهم في الاصول. بالله عليكم حنا كنشوفوا ان الاصول ديال الدين، تحكيم الشريعه وديال الامر المعروف والنهي عن المنكر ما كاينش الى اخره، ما كاينش. نتوما كتهضروا في الاجزاء في الجزئيات. فراه هنايا النبي عليه الصلاه والسلام ملي اش قال لي الله عز وجل الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، يعني ثلاثه الاصول ضبطوا معاهم. غير هضر على الفروع نعم كذلك، نضبطوا الاصول يعني ونتكلموا على الفروع. هادو غير فروع هذه ديال الوقفات المظاهرات ديال المقاطعه، انما هي فروع. ثم انتقل بعجاله الى كلمه لي. ما يحدث لإخواننا. فحقيقه نحن مقصرون، واخا اللي كيحضر الوقفات دابا دوك الاخرين قطعوا اللي كيحضروا الوقفات فراه حنا مقصرون. واخا نحضروا الوقفات واخا نقاطعوا واخا ما عرفت شنو، راه مقصرون. لان خوتنا في فلسطين ماشي كيديروا جهاد طلب، راه جهاد دفع. راه العدو هجم عليهم، ما كاين ما هجم عليهم وما كاينش اللي معاونهم في الدول الاسلاميه كامله، ما كاينش اللي معاونهم. فراه الواجب علينا المقاطعه المقاطعه، والواجب الدعاء، والقضيه تنشر. حنايا امه اقرا، القضيه خاصها تنشر. ها القضيه ها امتى بدات، ها شنو هو الاسباب ديالها، الضعف ديال الامه الاسلاميه، السبب باش انهم دخلوا تما، وانهم ملي يسالوا من تما ولا خرجوهم خوتنا المجاهدين من تما راه غيجيو عندنا هنا للمغرب، راهم بداو كيديروا السلطنات ديالهم. خاص يعني هذا المستمع وحنا اللي كنتحاوروا دابا خاصنا نعرفوا ونسمعوا. كاين اهل الاختصاص بحال الاستاذ هناوي، بحال الدكتور ابو زيد مقرن الادريسي، بحال الدكتور حسن الكتاني. هادو من اهل الاختصاص في هذا الباب، عندهم معلومات. يعني انهم كيقول لك على ان الموساد الاسرائيلي او الكيان الصهيوني عموما راه تم بسط الاذرع ديالو في المغرب. نعم يعني الا خرجوا هذوك من تما غيجي عندنا هنايا وغيخرجنا حنا من بلادنا. نحاول يكون عندنا واحد الوعي جماعي، ولعل نديروا شي سلسله ان شاء الله حول القضيه إن بحول شاء الله الله. إن شاء الله. نسال الله عز وجل ان يفرج عنهم وعن اخواننا في السودان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما واخواننا الايغور وفي كل مكان وفي اراكان. نسال الله عز وجل ان يعجل بنصرهم وان يسدد رميهم وان يثبت مجاهديهم وان يداوي جريحهم ويشافي مريضهم وان يتقبل شهيدهم. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. عنكم الله. القدس وعكا نحن إلى يافا، في غزة نحن وقلب جنين.